ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن منتج مهم جدا للميك اب ارتست والبنات اللي بيحطوا فول ميك اب على وشهم عشان يثبتوا بيه الميك اب، وهو السيتنج سبراي. ايه هو السيتنج سبراي وايه فوائده للبشره وبنستخدمه ليه؟ السيتنج سبراي ده بيبقى عبارة عن محلول مكون من مواد معينة. المواد دي بتبقى غالبا عبارة عن مواد مغذية وفيتامينات للبشرة، بتخلي البشرة تتنفس بشكل جيد حتى وفي وجود الميك اب، زائد انها بتمد البشرة بالرطوبة، نسبة رطوبة كويسة، وبتمدها بمية كمان، فتحافظ على الميك اب اللي على البشرة ان هو لا يتشقق ولا يجف، فيبان شكله فيه زي حفر او حبوب او كلاكيع على البشرة بعد ما نحط الميك اب كله. السيتنج سبراي هو عكس البرايمر في الاستخدام، بس نفس البرايمر في الايفكت بتاعه. يعني البرايمر احنا اصلا اوريدي بنستخدمه قبل الميك اب علشان تثبيت الميك اب اللي هيتحط عليه، والسيتنج سبراي بنستخدمه بعد الميك اب علشان يثبت الميك اب اللي احنا حطيناه قبله. البرايمر غالبا بيبقى عبارة عن مادة كريمية. السيتنج سبراي زي ما احنا قايلين هو عبارة عن محلول سبراي. السيتنج سبراي هو زي ما قلنا بيبقى فيتامينات مغذية للبشرة. اشهر انواع السيتنج سبراي واللي بيستخدمها الميك اب ارتست البروفيشنال والبنات اللي بيحطوا الفول ميك اب: اريبيان ديكي، سماش بوكس، تو فيست، ماك. دي كلها براندات هاي اند فيها السيتنج سبراي موجود، بس طبعا بيبقى سعره عالي لان البراند ده هاي اند. فاللي بيستخدموا البراندات دي هم غالبا الميك اب ارتست عشان يحافظوا على الميك اب بتاع العروسه او البنت اللي بتتخطب، او الميك اب السواريه ان هو يفضل لونج لاستنج لغايه اطول فتره ممكنه، عشان الحاجات اللي بتحصل جوه القاعات من حر، رطوبه، اغاني، حركه كتير، بيبدا يبقى فيه عرق في البشره، فبيتجنبوا ان يحصل ان الميك اب يبقى جزء منه يسيح ويفضل جزء، يحصل شقوق فيه، يحصل منظره يتلخبط، فبيبداوا يحطوا البرايمر قبل ما يحطوا الميك اب، ويحطوا السيتنج سبراي كمان بعد ما بيحطوا الميك اب. السيتنج سبراي ده عباره زي ما قلنا هو حاجه بتترش من بعيد. اتكلمنا عن البراندات الهاي اند وقلنا ان دي غالبا اللي بيجيبوها الميك اب ارتست وبنات برضو اللي بيستخدموا الفول ميك اب، وبيبقى طبيعه شغلهم تخليهم يقعدوا ساعات بره البيت، وفي نفس الوقت هم لازم يبقوا حاطين فول ميك اب في شغلهم. في بقى البراندات الدراج ستور زي ميلاني، زي لاجيرل، برضو فيهم سيتنج سبراي خاص بيهم، وده بيبقى سعره متوسط، وان واي اكس كمان بيبقى فيهم سعر متوسط بيستخدموه البنات العاديه. انا ما بحطش ميك اب طب انا بكلمكم ليه عن السيتنج سبراي؟ انا بكلمكم عن السيتنج سبراي لان انا بتكلم عن الجزء الثاني من فايدته، اللي هي تغذيه البشره بالميه والمحافظة على الرطوبة الداخلية وتغذيتها بالفيتامينات والمغذيات اللي هي الزيوت المعدنية أو مستخلصات الفواكه اللي بتخلي البشرة تتنفس بشكل كويس وبتغذي البشرة. ده استخدامي ليه؟ ده استخدامي ليه. أنا بحب استخدمه قوي في فترة الصيف اللي هي ابتداء من شهر 5 لغايه شهر 9، بحب استخدمه في الخروجات لو انا هطول في الخروجه شويه. بالليل لو انا هخرج في مكان والرطوبه مرتفعه فيه انا بحب استخدم السيتنج سبراي. كنت الاول بستخدم زي ما قلت لكم البراندات الدراج ستور، ما استخدمتش الهاي اند لان انا اصلا مش بحط ميك اب، فهجيب ليه حاجه غاليه فايدتها الاساسيه انها تحافظ على الميك اب، فكنت بستخدم الحاجات الدراج ستور. مؤخرا استعملت نوع حلو جدا وعجبني وسعره متوسط وريحته تحفه وتجنن وتاثيره كان جميل جدا، وهو شي جلام سيتنج سبراي. طبعا احنا عارفين ان شي جلام انتشرت كده مؤخرا والتنتات بتاعتها والقصه دي، انا شفت الجزء الخاص بالسكين كير بتاعها، بصراحه استخدمت السيتنج سبراي وعجبني جدا جدا جدا. شكله ايه؟ اولا دي العلبه بتاعته، هنفتح العلبه سوا مع بعض. حجمه ظريف جدا، حجمه 30 مللي، فحلو جدا اهو.
زي ما انتوا شايفين كده عامل زي الميه، في حاجات كده زي ما يكون ميه بتفور، لونه لبني كده اكواتيك كده، لون الاكوا لون الميه، هو اصلا بيدي انتعاش من الشكل. ريحته جوز هند، ريحته جميله جدا جدا، مجرد ما برشه كده بيدي انتعاش على وشي، وفعلا بيغذي البشره. بحس ان انا بعد ما بحطه على بشرتي وبعد ما بشرتي بتمتصه بحس ان الجلد نفسه فيه طراوه، الملمس كأن الجلد طالع من التلاجة، ما بحسش ابدا بجفاف في بشرتي لما بستخدمه. طبعا ريحته جميله، بتخليني فعلا حابه ان هو يفضل معايا في شنطتي. تأثيره رائع، سعره حلو جدا جدا، حجمه كويس قوي قوي ان هو يفضل معايا في الشنطه. فحقيقي فعلا حاولوا ان انتوا تجربوه وحاولوا ان انتوا تستخدموه، هيعجبكم قوي. طبعا هتحطي ميك اب استخدميه، انا عشان ما بحطش ميك اب بستخدمه، بس هو اساسا لتثبيت الميك اب. فالبنات اللي بتحط ميك اب جربيه، شوفيه هينفع معاكي ولا مش هينفع معاكي. بس انا بقول لكم الريفيو ده بناء عن تجربتي في تغذيه البشره وفي احساسها بالرطوبه، وان هو بيمدها بالميه. ففي النهايه انا ببقى مبسوطه بالاحساس بتاعها ده، خصوصا في الاماكن اللي الرطوبه فيها مرتفعه. طيب البنات اللي اصلا ما كانتش تعرف يعني ايه سيتنج سبراي وما عندهاش استعداد انها تخوض التجربه وانها تدفع مبلغ كبير في حاجه يمكن هي ما تستفدش منها او مش مقتنعه بفايدتها دلوقتي، هقولك على بديل تقدري تستخدميه وتقدري تعمليه في البيت للسيتنج سبراي. هتستخدميه انت كبنت ما بتحطيش ميك اب، يعني بتحطي الحاجات الخفيفه اللي زي، بس ما بتحطيش فاونديشن، ما بتحطيش باودر، مش هيفرق معاكي موضوع الثبات. هقولك بقى تعملي ايه. البديل للسيتنج سبراي اللي تقدري ان انت تستعمليه في البيت وتخليه في شنطتك هو ميه الورد المخففه بالميه. يعني هتجيبي ميه الورد بتاعتك او هتجيبي ازازه ميه ورد وهتخففيها مقدار النص بالنص وتزوديها ميه. حلو. او لو انت عندك ميه ورد اوريدي متخففه، وغالبا معظم اللي في السوق متخفف، هتحطيه في اوتومايزر ازازه ببخاخ وتستخدميها وتحطيها في شنطه ايدك وتبداي تستخدميها زي كده مثلا. تمام. دي كده بالبخاخ بتاعتها، وبستخدمها بالبخاخ، بشيل الغطا وبستخدمها. لو انا الشي جلام سيتنج سبراي خلص ولسه ما لحقتش اجيبه فبستخدم ميه الورد بديل ليها. بستخدم ازاي ميه الورد او بستخدم ازاي السيتنج سبراي ده؟ بعد ما بتخلصي الروتين بتاعك اليومي، السكين كير بتاعك، انت نازله دلوقتي خارجه او انت قاعده في البيت والدنيا حر، حطيتي التونر بتاعك، حطيتي السيرم او حطيتي الكريم المرطب بتاعك، بعد ما بتخلصي خالص اول ما تحسي ان الدنيا حر هاتي السيتنج سبراي عادي جدا. كل نص ساعه كرريه، كل ساعه كرريه، كل ساعتين كرريه. لما تبقي خارجه قاعده في مكان على البحر الرطوبه هتبقى فيه عاليه، خليه في شنطه ايدك واستخدميه، هيفرق معاكي جدا. هتحسي فعلا ان بشرتك مترطبه. هتعرفي امتى تحسي بالفرق ده؟ لو انت واحده ما كنتيش بتستخدميه اصلا وهتبداي تضيفيه لروتينك اليومي وانت خارجه. ركزي مع بشرتك وشوفي انت وانتي خارجه بترجعي بشرتك مجهده ازاي، بتحسي ان هي ناشفه ازاي، او بتحسي فيها جفاف، بتحسي ان هي بتهرشك من الجفاف، بتحسي انها مش مظبوطه، بتحسي ان في تجاعيد بدات تبان من خروجه واحده. من خروجه واحده. لو انت قاعده في مكان الرطوبه فيه عاليه والتكييف فيه شغال ده ممكن يحصل. لو انت قاعده على البحر ده ممكن يحصل. لو انت قاعده في مكان مقفول وفيه عرق كتير ده ممكن يحصل. فانت لاحظي الفرق بتاع بشرتك في الخروجات في الحر، وشوفي قبل ما بتخرجي بتبقي انت عامله ايه في بشرتك ومهيئاها للخروجه ازاي، وبعد ما بترجعي بيبقى تاثيرها ايه. وابدأي لاحظي مره واثنين وثلاثه واربعه، وبعد كده استخدمي السيتنج سبراي او استخدمي ميه الورد المخففه وشوفي تاثيرها على البشره وشوفي بشرتك هتفرق ازاي. هتلاحظي اول حاجه هتلاحظيها ان البشره بتاعتك طريه مش ناشفه، وده معناه ان هي محتفظه بقدر كويس من الميه جواها يخليها منديه زي ما بيقولوا. ومعنى ان بشرتك منديه انها هتستقبل اي مرطب بسهوله وهيبقى افكت فيها جدا جدا عالي، احسن ما تستخدميه على بشره جافه. ودايما احنا بنلاحظ ان البشره اللي جافه وجفافها شديد المرطبات مش بتظبط معاها من اول مره، عكس البشره اللي بقول لكم عليها منديه. عشان كده النصيحه دي حطوها كده في برواز. لو انت من الناس اللي بشرتها جافه وحبيتي ان انت تستخدمي المرطب، ما تستخدموش على بشره ناشفه. ناشفه يعني ايه؟ يعني مش مبلوله، لا، هتبلي بشرتك وهتطبطبي كده بالفوطه او بايدك، انطري بس الميه واستخدمي الكريم المرطب. هتلاحظي ان امتصاص بشرتك للكريم المرطب وهي مبلوله اكتر بكتير جدا من امتصاص الكريم المرطب والبشره ناشفه، وبشرتك هتستفيد اكتر. وجربي دي وقوليها.
فانت كده لما هتستخدمي السيتنج سبراي ده هتحسي ان فعلا بشرتك مترطبه منديه، بتستفيد من الكريم بتاعها، هتحسي ان هي فيها طراوه، مش هتحسي انها ناشفه وانت نفسك مش تبقي متضايقه. وبالتالي لو انت حاطه اي مكياج خفيف هو هيثبت وهيبقى شكله حلو وهيفضل معاكي لباقي الخروج. دي كان النهارده الريفيو بتاعي عن السيتنج سبراي، وانا كنت متردده بصراحه ان انا اعمله لان انا ما كنتش ناويه ادخل في موضوع الميك اب، بس انا كلمتكم من ناحيه السكين كير عليه. فيا ريت لو حد فيكم جرب سيتنج سبراي حلو يقول لنا في الكومنتات ويقول لنا كانت مكوناته ايه، واللي ما جربش وعنده استعداد يجرب بعد الريفيو ده واقتنع ان لازم يستخدم سيتنج سبراي ممكن يجرب شي جلام ويبتدي بيه او يجرب بميه الورد. وهستناكم تقولوا لي النتائج بعد ما تستخدموه، وان شاء الله باذن الله اشوفكم تاني في ريفيوهات تانية على خير. يلا اشوفكم على خير.